اهلا وسهلا بيكم. مفاجأة في اسعار الفراخ والبانيه اليوم. بس قبل ما نبتدي ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد اجيبه لكم باذن الله. اول حاجة كيلو الفراخ البيضة بيبدأ السعر من 70 جنيه ل 73 جنيه في المزرعة، و73 جنيه ل 81 جنيه للمستهلك. وفي بعض المناطق الفراخ البلدي ب110 وب120 جنيه للكيلو. كمان في الفراخ الساسو ب120 جنيه وب125 جنيه للكيلو. في الوراك في ب85 جنيه للكيلو ب92 جنيه. في كمان بانيه ضمن اسعار الفراخ النهارده ب155 جنيه وب180 جنيه للكيلو. في الصدور بالعظم بتبدأ من 100 جنيه للكيلو. كمان في سعر الأجنحة ب58 جنيه وفي ب65 جنيه للكيلو. في كمان الهياكل 40 جنيه وفي ب55 جنيه للكيلو. في الفراخ الأمهات البيضة ب68 جنيه في المزرعة، وكمان 70 جنيه و73 جنيه للكيلو للمستهلك. في كمان أسعار البانيه رخص عن الأول، كان الأول ب220 دلوقتي بقى ب155 جنيه للكيلو في بعض المحلات. في أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي، في سعر الفرخة 71 جنيه ونص اللي هي وزنها 100 جرام. في كمان سعر الفرخة وزن 200 جرام سعرها 78 جنيه. كمان في سعر الفرخة اللي وزنها كيلو ونص، في سعر الفرخة وزن كيلو ونص ب95 جنيه. في كمان اسعار الكتاكيت، سعر الكتكوت الابيض 20 جنيه وفي 21 جنيه. في كتكوت الساسو 15 جنيه وفي 16 جنيه. في اسعار البيض، كرتونة البيض الاحمر النهاردة وصلت ل94 جنيه وفي ب96 جنيه في المزرعة، و99 جنيه و100 جنيه للمستهلك، ده على حسب المنطقة. في كرتونة البيض الابيض وصلت ل90 جنيه و91 جنيه في المزرعة، و94 جنيه و95 جنيه ده للمستهلك. وفي كرتونة البيض البلدي بتبدأ من 97 جنيه في المزرعة، وللمستهلك ب105 وفي كمان ب110 جنيه، ده على حسب المناطق. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان اي جديد اجيبه لكم بإذن الله. ومع السلامة.